لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني 807 لواني كان تفسير القرآن في روز بريمو خزمتان وبس رزامدي رب العالمين وهي وادان ايوي ازي سودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بەڵێ خۆشەویستان کلوانێ ڕابردوش کەمێک لە خزمەت دوات پیرۆزەدا بووین. الله تعالى ناوی هەرە جوانی هەیە ئیتر دەفەرمین بەو ناوانە خوا بپەرستن و بەو ناوانە لە خوا بپاڕێنەوە و ئەوانەی کە ئیلحاد لە ئەسما و لە ناوە پیرۆزەکانی خوای گەورە دەکەن و لێیلا دەدەن خوای گەورە دەفەرمی وازیان لێبینە سەیجزەونە ما کانوا یعملون. ئەوانە سەرنجامی کار و کردەوەکانی خۆیان وەردەگرنەوە. وكل تفسير معارج دلي وأسماء الله عز وجل منها ما هو علم على ذات الخالق الرب الجامعة لكل صفاته. كاتك باس لنا وجوانا كاني الله تعالى ذكره إيوايتدا علم وتناوش علم تعبير لو ذات ذكا كوا خالق ورب فالوردقارة كوا الجامع لكل صفاته هم صفات كان لخو قرتي أو ناوى أو يستوى وهو لفظ الله. الله سبحانه وتعالى اسم عالم على ذات الله كواتا وهو أعرف المعارف وكو أهل اللغة فرمون كواتا لهم معرفة ناسرا وترى سبحانه وتعالى كوا تعبير لو ذات ذكا اسم علم كتعبير لا أو خالق عظيم ذاك سبحانه وتعالى وكل ليرة ولا سندين مصادر الكجد فرمون لفظ الله سبحانه وتعالى الجامع لكل صفاته هم صفاته كان لخو دقري أو نوى بيروزة. ومنها ما هو دال على صفة من صفات الكمال لذات الله عز وجل. ناوي واشي أخوة سبحانه وتعالى كوا بلقي لسر صفتك لصفات كان كمال لبوزات الله تعالى أو صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى ياخذ تعبير لصفتك ذكر لصفتي كردوكان إخوة سبحانه وتعالى أو البراءة من صفة من صفات النقصان التي لا تليق به جل جلاله وتنزهت عن نقصان ذاته وصفاته. إتريانا وتا أو ناويت تعبير لويتك كواب خواي قول الدورة سبحانه وتعالى لهر صفتك كواماني نقصاني وكمكرتي تدابي سبحانه وتعالى. وكل أسماء الله حسنى بالغة الغاية العظمى في الحسن. يترهمونا وبيروزكاني الله تعالى حسنى أو فريزوانا أو تعبير لا أو فرصفة كمال لك. فالمعنى ومعنى أتك ولله أكمل الأسماء الله تعالى كامل تريننا وكانها لأن له تبارك وتعالى أكمل الذات لبرو أو ذاته سبحانه وتعالى كامل ترين ذاته أكمل الأسماء شيء كامل ترين به وأكمل الصفات وأسناها وهروها خاوني كامل ترين صفات وجوان ترين صفاته فهي في الحقيقة أحسن الأسماء لو ناو فيروزكاني شي خوشترين وتاكترين وجوانترين ناوى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لتفسير سعيد ضليل. ومن تمام كونها حسنى
کاتێکەوە ئەو ناوپیرۆزانەی خوای گەورە سوبحانەهو وتعالە حوسنایە ئەو پەڕی چاک و جوانە لە تەمامی چاک و جوانیەکەوێ ئەنەه لا يدعى إلا بها هیچ کەسێک بەو ناوانە بانگ ناکرێت تەنها ئەو زاتە نەبی ولذلك قال فادعوه بها دەی بەو ناوە لە الله تعالى پاڕێنەوە وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة كواتا كاتك فادعوه بها دو جور دعاء من هي دعاء عبادة دعاء مسألة دعاء مسألة أو ديار واتبونا وانا الأخواب بارينه سبحانه وتعالى دعاء عبادة شواتا بپێداویستیەکانی ئەو ناوەی خوای گەورە سبحانه وتعالى عبادة خواب كان فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب كواتا هر داواکاریەک تێ لە الله تعالى بەو ناوەی لێی بپاڕێەوە کە لەگەڵ داواکاریەکەی تو دەگونجێ لە بۆ نمونە اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا ربي خوا ليم خوش به رحمة بيبك هل الغفور الرحيم وتب علي يا تواب توبم لي قبول بك لو يقنا بيروزكاني الله تعالى توابا وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف ونحو ذلك يتر ئەوەی کە ئەتوو داوای دەکەی بە ناوێک لە ناوەکانی خوای گەورە داوا بکە کەوا بگونجێ لەگەڵ داواکاریەکەت وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون على الإقرار بها ويجحدونها واز لو كسان بينك وإلحاد لأسماء كان خوای گەورە دەکەن وكل قاسمی دەڵێ يعني چی إلحادی لێ دەکەن يميلون عن الإقرار بها ويجحدونها كواتا خولا دەدەن لەوەی کەوە ئیعتراف بە ناوە پیرۆزەکانی الله تعالى بکەن و ئینکاری دەکەن ويعدلون عنها كفرا بها خۆیان لێلا دەن بەرەوەی پێی کافرن ئیمانیان پێ نییە وەکو لە سوڕەتی الفورقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن کاتێکەوە بە کەسانش پێی باوەڕ بگوترێ سوزدە بن لۆ ئەو زاتەی کە الرحمانە قالوا وما الرحمن لە وەڵامدا دەڵێن الرحمن چێە ئەنەسجود لما تأمرنا ئێمە سوز دەبین لەوەی ئەوەی ئەتوو فەرمانمان پێ دەکەی وزادهم نفورا هەندەی دیکە ئەوان نفور دەکەن دوور دەکەن و ئەی زادهم ذکر الرحمن نفورا واتێ کاتێککە باسی الرحمانە لێ دەکە هەندەی دیکەوان دوور دەکەونەوە و لە ئاەتی دیکەش عینی خوای گەورە ئاماژەی پێدایە لە تەفسیری معارج دەڵێ بدو شيء خيندرايتوا قرأ جمهور القراء العشرة وذروا الذين يلحدون في أسماء يلحدون لفعل الحدهاتية وقرأ حمزة يلحدون من فعل لحد يلحد كواتا بدو قراء خيندرايتوا يلحدون جمهور قراء عشرة وهذا خينوا زورينين بلام حمزة بيلحدون دخيني توا يتر ألحد يلحد ولحد يلحد كلاهما بمعنى عدل عن طريق الحق وانحرف عن الصراط المستقيم هردو شيان بو مانادين واتلا ريقا حق لايدا لو ريقا راستا انحراف كده وجار وظلم وحرف وبدل بلكو سنوري بزاندية تحريف تبديلي كده فهما متكافئتان في اللغة لا لغته هردو شان أو معنى هذا بخشن لا تفسير السعدي دلي وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له وأنك إلحاد تذا كنت فرم حقة إلحاد أو واتلا لو ما نايك لبوي داندرا لي لا بدي لو ما نايك لبوي داندرا لي لا بدي إما بأن يسمى بها من لا يستحقها يقل الشوازي هان إلحاد كأو دجيرتو أويكوا كسانك يانشتانك ناو بني بنا بيروزا كاني خواهي قوري كواس مستحقنين أو ناوان لي بندري وكو كتسمية المشركين بها لآلهتهم وكو مشركة كان فارستراو بنا حق كانيان ناو ليدنا بنا وزوان كاني خواه سبحانه وتعالى ويكلا شوازي كان إلحادا وإما بنفي معانيها وتحريفها يعني وتا ماناي يقننا بيروزكاني خواهي قوري سبحانه وتعالى نفي بكي يان لحقتكي لا بدي وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله
يعني تمانايك لبنا وكان خواي قردام لبنا لنا وكان خواي قردام كوا نخواي قور أو هايست سبحانه وتعالى بيغمبر كش صلى الله عليه وسلم واي فرموا وإما أن يشبه بها غيرها يعني شوازك لشوازك كان تحريف إلحاد لا ناو كان خواي قورا أو أن يشبه بها غيرها وتغير الله بخوا بتسويني سبحانه وتعالى فالواجب أن يحضر الإلحاد فيها كاتواجب لسر شانمان فهموش شويق إلحاد تدا نكين ويحذر الملحدون فيها وارخوما لو كسر بارز كإلحاد لنا مكان خواي قورا ذكن سيجزون ما كانوا يعملون وكل قاسم ضلي يعني في الآخرة من جحدهم إياها ونفورهم عن الإيمان بها كوات الآخرة دا جزاء ويورد قرنوا كوا إلحاد ينكرب انحراف ينكرب لا يندا لإيمان هنان بنا وبيروزنا وزوانا كان خواي سبحانه وتعالى لا أضواء البيان ضل هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه تخواي قول تهديد وهرشة وكساندك كإلحاد لنا بيروز كان خواي قول كان بدو تهديد وهرشة يكم صيغة الأمر في قول وذروا هذا كذا فهم وذروا وازيان لبينا فإنها للتهديد وازيان لبينا وشوازك لشوازك تهديد دوم سيجزون ما كانوا يعملون وأنا استزاد درينا وبويكوا كرديتيان وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حميم السجدة وهل سورة السجدة عين خواهي سبحانه وتعالى تهديد عندك بويكوا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا كواتا أوانيك على سورة فصلت طبعا أو أوانيك إلحاد لآتكاني خواي قولدك لا يخفون علينا أو لأخوا بزرنين كواتا خواي قول سبحانه وتعالى تهديدا لأخواي قول بزرنين لويل باشن دفرمي أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة كتو هرشي كسك فردلتنا آقر ساكتريان بأمن وأمانة وبيروج قيامة كواتا أوش هرشي لو كسان كإلحاد لأت كان خواي ويفوق لسورة فصلت وهل أضواء البان دفرمي وأصل الإلحاد في اللغة أصل كلمة الميل إلحاد للحد وهات لحد وتميل لو يدلين لقبرج دلين لحد لا جور ومعنى إلحادهم في أسمائه أبزد لمعنى إلحاد يعني لنا وكان خواي كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله واسم العزى من اسم العزيز واسم منى من المنان ونحو ذلك كواتا يقل شوازين الإلحاد وكل تفسير سعدش أعمى جي بيدا كواتا ناويان لبتكان دنا يقلنا وكان اللات للفظ الله ينور قتبه العزى لعزيز ينور قتبه منى لمنان ينور قتبه تربو الشيوية خوابنا من ده وكل تفسير معارج ده فالإلحاد في صفات الله وفي أسماء الحسنى وإلحاد كردن لصفات وأسماء كان الله تعالى هو من الكفر بالله براسه شوايك شوازك كفر بالله تعالى أو ذا شركا يعني تبرو بيسويني با غير خوي بهني هوشاني والعياذ بالله أو جحودا يعني إنكاري بكلنا ولنا كان بيروز كان خوي جورا أو وصفا لله بما لا يليق بجلاله مما لم يثبت من المعصوم يعني وصف بكي بناوك كثابت نبولا للان بيغمبر صلى الله عليه وسلم باس كذبيتا وصفة شبكي كوانا للقرآن لبرو أسماء وصفات خوي جورا توقيفية وتنقف عند حد النص وتناكرة لأخوتنا ناوغ لأخوابني والعياذ بالله نا خواهي قوراء لقرآن كواناش لأخوينا يأخذ بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبا وحي يويش تفرمي الله تعالى فلانا ناويه أقرنا ناكري ناويش حتى وكو علماء وكو قاعدة بازكا همو ناويش خواهي قوراء صفاتي لورد جيري لابون من الرحيم يعني خواهي خوان رحمته بزية همو ناويش خواهي قوراء صفتي لورد بلام همو صفتك ناوي لنور ناجيري لو مثلا لبون منا مثلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما دام خواهي يقول بسطي رزق دكات مرين باسطة أجر أونا ونها تبيتن ناكري أم أونا وليبني سبحانه وتعالى
کەواتە هەموو ناوێک صفەتی لێ وەردەگیرێ بەڵام هەموو صفەتێک ناوی لەسەر بنا ناکرێ إلا ئەو ناوانە وەردەگیرێ کە بە فعلی بە نەس لە قورئان یاخود لە حەدیث صحیحدا هاتیە. لە تەفسیری قاسمیش دەڵێ قال السيد محمد بن مرتضى اليماني في إيثار الحق دل مقام معرفة كمال هذا الرب الكريم وما يجب له من نعوت وأسماء الحسنى من تمام التوحيد وتناسيني الله تعالى بويك وخاوني كمال لهموشتك أو پروردگار عظيمة وأويك وبيويست لبوي بريار بدري لصفات لأسماء كاني هو من تمام التوحيد لأوبر توحيد ويكتا فرستي خواهي قوري سبحانه الذي لا بد منه لأن كمال الذات بأسماء الحسنى ونعوتها الشريفة كواتا كمالي أو ذات سبحانه وتعالى لسدا لويدا كوا وصف ذكر بو صفاتاني كوا كمالا وهربها بو أسماءاني كوا همي حسنايا كلا قرآن لسنة داهاتي لو إثبات كردني ياخذ ناسين وإثبات كردني خواهي قوري سبحانه وتعالى بصفات برزكاني وبناوزوانكاني لكمال توحيد لتمام توحيد عفوا توحيد يكتا فرست دانا مزره حتى اعتراف نكي وخوان ناسي بو صفاتنا وبو اسماءنا كالقرآن السنة دهاتيه اتديار اوابته يشتشتي تريما تدا باسي بكين والله من برتوابوني كاتك دوستين بابشتوان رب العالمين دهاتو دين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.